ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل التوست او الفايش اللي انتوا شايفينه التحفه ده بطريقه الافران. حاجه سهله جدا وهتعجبكم جدا وموفره ومش بتاخد وقت وسريعه، ومش هتجيبوها مش هتكلفوها نفس تكاليف الفرن. بس لو انت اول مره تشوفوا القناه تحطوا صباعكم على كلمه الاشتراك او سبسكرايب وتعملوا اللايكات. هنا معانا كوبايتين ونص من دقيق وعليهم رشه من الملح، معلقتين كبار من الزيت، ومعانا معلقة صغيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر. الدقيق ده ممكن يكون قابل للزيادة، ومية دافية للعجن، ومعلقة صغيرة كركم ممكن تستغنوا عنها. هي دي مكونات الوصفة، في أسهل من كده؟ حطوا بقى اللايكات ما تكسلوش. هنجيب البولة اللي هنعجن فيها، هنحط فيها أول حاجة الخميرة والسكر والمية. أيوة كده. هنديله بقى تقليبة تمام لغاية ما السكر يدوب مع الخميرة علشان تتفاعل بسرعة. احنا أساسا حاطين لها مية دافية، فالمية الدافية دي بتسرع من عملية التخمير. لو عندكم وقت ممكن تحطوا مية عادي من الحنفية، بس مش مية مغلية، مية دافية. قلب بقى تقليب كده حبة حلوين، وهنسيبهم حوالي 10 دقايق. هنا بعد ما سيبنا الخميرة 10 دقايق هنبدأ بقى نحط باقي المكونات. هنحط الكركم، ده اللي بيديله اللون اللي هو الأصفر بتاع الأفران. مش حابين تحطوه بلاش، بس هو مفيد جدا. الكركم مفيد جدا بالذات للعظم. شايفين دوبنا كده الكركم في المية. وبعدين هنبدأ نحط بقى الزيت. دول معلقتين كبار من الزيت. بصوا بقى توفير ازاي بقى، وعمل الكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. ده كمان اكلنا منها قبل ما نقدمه يعني. شايفين؟ خلاص كده تمام. هبدأ دلوقتي احط الدقيق واحدة واحدة. كوبايتين ونص دول كل واحد حسب نوع الدقيق بتاعه. ابدأوا الاول بكوبايتين ونص، ولو لقيته محتاج زي ما انا هعمل حطه، يعني ما تتسرعوش. احنا محتاجين عجينة طرية مش بتلزق. بصوا اهو، نبدأ بقى نعجن واحدة واحدة، ما تتسرعوش في حط الدقيق. حطوا لايكات واعملوا الشراط. قلب بقى حبة الدقيق اللي هم حطيناهم دول برضو، ونشوف لقينا القوام لسه سايل هنجيب بقى حبة دقيق تانيين. انا هنا لقيت العجينة بتاعتي طرية خالص، مش لما بصوا مش ملمومة كده، فانا هجيب لها شوية دقيق. هنبدأ بقى نحط شوية الدقيق اللي احنا جبناهم دول. هنحط حبة حبة برضو، مش هنحط مرة واحدة علشان العجينة بتاعتي ما تبقاش ناشفة واضطر ان انا احط لها مية وهكذا. لو سامعين اي دوشة معلش بعتذر لكم، لان انا كنت حابة اسجل لكم وقت متأخر وما لحقتش، فاضطريت ان انا اسجل لكم في الدوشة. اهو نعجن بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنا كنت بطلع العجينة اللي في ايدي عشان مش بحس بقوام العجينة وهي ايدي ملزقة كده. بصوا بقى كده هنا اهي خلاص. بعد ما عجننا بقى العجينة بتاعتنا، بصوا بقت ناعمة وتحفة ازاي. بصوا قوامها خطير. هنلمها كده كورة وندهن البولة بتاعتنا بأي حاجة، او لو ما عندناش حاجة ندهنها حط شوية دقيق، مفيش اي مشكلة. ايوه كده تمام اهو. هنغطي بقى البولة دي ونسيب العجينة دي تخمر نص ساعة لساعة زي ما تكون لحد ما يتضاعف حجمها. بصوا بقى هنا بقت تضاعف حجمها ازاي. هنرش شوية دقيق على الرخامة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وهنفرد عليهم العجينة دي. حابين تفردوها لو العجينة مستريحة كويس هتتفرد بإيديكوا تمام التمام، ماشي. بس انا جيت في الاخر يعني فردتها كده فرد عشان اظبطها بس بالنشابة. بصوا بتتفرد معايا بسهولة ازاي، عشان العجينة مريحة وخمرانة ومتظبطة يعني. بصوا بإيدي. بصوا هي كبيرة فعشان كده نصها مش باين. بصوا انا حبيت اعدلها لقيتها هتتقطع مني فانا ظبطتها معاكم. شايفين ازاي؟ بصوا بتفرد بايديا عادي.
جبت بس النشابة في الاخر عشان اظبط العجينة بتاعتي مش اكتر. بصوا اهي عشان بس تبقى متظبطة، لان هي عشان متبقاش حتة طالعة ونازلة وكده. النشابة هتخلي كل العجينة بتاعتي سوا بعض. كده كده احنا هنعملها دلوقتي، هتشوفوا هنعمل فيها ايه. هنلفها رول اهو. بصوا ظبطتها لكم وبينتها. هنلفها رول كأننا بنعمل رغيف فينو. الناس اللي عارفة العيش الفينو بيتعمل ازاي، بيتشكل ازاي، هتعرف ان كده زي تشكيل الرغيف الفينو بالظبط. شايفين ازاي اهو. نبرمها كده رول بس. تمام قوي كده. هنقلبها بقى كده ونقفل الفتحة اللي تحت دي كويس جدا عشان ما تفتحش معايا والرغيف بتاعي يبوظ ويبقى الشكل اساسا مش متظبط. اهو شايفين قفلتها بقى وظبطتها اهو. ايوه تمام قوي كده. نقفل بقى الجناب كده ونظبطها ونعدلها كده عشان يبقى شكله ايه تمام. بصوا بقى هنجيب دلوقتي صينية مدهونة بدهنة زيت بسيطة. الحاجة اللي احنا هنخبز فيها هي اللي هنخمر فيها العجينة دي تاني. هتخمروا فيها العجينة دي مرة تانية. هنغطيها ونسيبها برضو في مكان دافي. بصوا نظبطها كده، نغطيها ونسيبها برضو في مكان دافي. ما لازم تغطوها عشان ما تعملش قشرة. بعد ما تغطوها سيبوها بقى كده حوالي نص ساعة برضو تاني. بس انا هعمل فيها حاجة قبل ما سيبها تخمر. هنجيب لو عندكم خلة سنان، العصاية بتاعت الشيش تاووك ديت اهيت. بصوا انا عندي خشبة بتاعت الشيش تاووك دي، خطوة اختيارية بس للشكل. هتخرموها كده اخرام عشوائية، يعني مش لازم تكون اخرام بشكل معين، لا عشوائي كده. ايوه. بعتذر على الاصوات الرهيبة اللي انتوا سامعينها. لو سامعين يعني ارجو ان انتوا ما تكونوش سامعين، عشان انا مش عارفة اعمل ايه بصراحة. اهو كده خلاص خرمناها بقى كل الخروم الجهنمية. حطوا اللايكات ما تكسلوش. هنسيبها بقى تخمر. بصوا بقى خمرت وبقت قد ايه بقى. بصوا بقى بصوا. اهم حاجة تكون نوع خميرة واثقين منه ونوع خميرة نضيف. هتظبط معاكم اي معجنات انتوا بتعملوها. شايفين هناخدها بقى على فرن سخن على درجة حرارة 180. هتقعد حوالي تلت ساعة. لقيناها اتحمرت من تحت ننزلها تحت في قاع الفرن ونطفي ونولع الشواية. بس تاخد اللون الفظيع اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها بقى تبرد وبعدين بقى ايه. بصوا بصوا تحفة كانت. تسيبها بقى ونيجي نقطعها. هنا اهي بصوا بعد ما بردت لازم الوش بتاعها يعمل كشكشة كده. هنا معانا نوعين، ممكن تعملوها بالطرنش ده او بالسكينة المشرشرة. انا قطعت بالسكينة المشرشرة ديت لان اكتر الناس هي عندها سكين ما عندهاش طرنش، فايه قلت اقطع باللي موجود عند الناس كلها. بس بصراحة للأمانة اللي نفع معايا اللي هي السكينة الطرنش، لان انا بعد ما فصلت معاكم هنا كملت بالسكينة الطرنش كانت سريعة جدا. بصوا بقى تقطعوه تقطيعة رفيعة لان احنا هندخله الفرن تاني عشان بقى يبقى مقرمش. انا والله اكلته كده كان عاجبني جدا وهو طري. بصوا الرغيف ده عمل معانا كمية فايش كتيرة كده وحلوة من 3 كوبايات من دي. يعني حاجة موفرة هتجيبوها من بره بأسعار جميلة، وعاملينها في البيت ونضيفة ومضمونة وعلى الأقل تدفوا البيت. بصوا بقى بصوا الجمال والحلاوة اهو. هنقطع بقى ونرجع. بصوا بقى بصوا عمل. بصوا الجمال والفراغات الهشاشان. بصوا عمل بقولكم الكمية قد ايه. كمية تحفة كمية تحفة. شايفين. هنبدأ بقى نرصه في الصينية. رصوا بقى الكمية دي كلها كده رصة تمام كده في الصينية. وبعد كده هندخله الفرن تاني يتحمص بقى. هتحطوه على درجة حرارة يعني برضو 180 170 عشان ما يتحرقش وهو لسه طري. واصبروا عليه لان بياخد وقت في التنشيف. حابين تاكلوه كده برضو براحتكم، بس انا هعمله زي الافران اللي هي بيكون ناشف. بصوا لونه بقى روعة ازاي. شوية الكركم الفسافيس اللي احنا حطيناهم دول عطوا لون خرافي للفايش بتاعنا. هناخد بقى الكمية دي وعلى الفرن السخن كده على طول نحطه. بصوا بقى انا حطيت دي الكمية بعد ما اكلنا منها. شايفين كمية حلوة ازاي من حوالي 3 كوبايات من كوبايتين ونص 3 دقيق. شايفين. احنا كده بقى خلصنا التوست بتاعنا. بصوا جماله ولونه وحلاوته هش جدا ومقرمش وخطير.
جربوه. بصوا الخرام اللي فيه والفراغات والهشاشة اللي هي فيه تحفة. جربوه، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تحطوا اللايكات والشيرات. واحنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة السريعة، واقول لكم سلام.